بقولك ايه، ما تيجي نعمل النهاردة الجمال والحلاوة اللي انتي شايفاها قدامك دي بأبسط طريقة عشان رمضان، وهتنفعنا جدا قبل الفطار، وطريقة مميزة وجديدة. بدل التمر السادة اللي احنا بنجيبه عادي وناكله من العلبة قبل الفطار، هنعمل القمر اللي انتي كنت شايفاه من شوية ده. عندي كيلو ونص من العجوة، هشيل البذر كويس قوي. وعندي معلقتين كبار من القشطة، وعندي كيسين لبن بودرة جبته وشوحته كده في الطاسة على نار هادية خالص، علشان عايزاه يتحمص ويبقى لونه بني زي اللي انت شايفاه. وعندي سوداني، انا سوداني مجروش، انا دقيته او فرمته في المطحنة حوالي 8 كيلو من السوداني، تمن مش ربع. هطحن البسكوت بتاعي في الكبة علشان اخليه عامل زي حبات الرمل كده بالظبط، زي ما انت شايفاه. وبعدين هجيب العجوة حتة حتة، هنزل بيها في الكبة علشان العجوة تقيلة جدا على الكبة، عشان من لا قدر الله ما تبوظهاش. فقطعة قطعة كده اديها ضربة كده، انا عايزاها تتفرم عشان تبقى عاملة عندي زي العجينة، زي ما انت شايفة كده بالظبط. طب بقت طرية، عاملة زي العجينة بالظبط. هنزل عليها بمعلقتين القشطة الكبار، قشطة حلويات، مش لازم القشطة بتاعت وش اللبن، اللي موجودة عندك استخدميه. وبعدين هنزل عليها بالبسكوت، وهنزل عليها باللبن البودرة، وهنزل عليها بالسوداني المجروش. وبعدين جبت حوالي مكعبين زبدة او حوالي معلقتين كبار من الزبدة او السمنة البلدي، سيحيهم وانزلي على الخليط اللي انا عملته دوت. وعيشي حياتك بقى، واقعدي ادعكي فيها بايدك لحد ما كل المكونات دي تتجانس. انا طبعا ما كنتش لسه نزلت البسكوت، نزلته وكملت عجن لحد ما بقت بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك ده. كل المكونات اللي انا حطيتها اختفت معاكي تماما، وبقت عندي عجينة طرية جدا سهلة ان انا اشكلها. انا دلوقتي هعملها كور بالمنظر اللي انت شايفاه، والحجم اللي قدامك ده حجم مناسب جدا. علشان قبل الفطار اللي هياخد منها واحدة، صدقيني مش هيعرف يفطر، دي مغذية جدا. يعني انت تاخديها وتقعدي بقى تصلي وتعيشي حياتك عقبال ما يجيلك نفس انك تفطري اصلا. انا هبدأ ان انا اكور كل الكمية اللي قدامك ديت، كور قد بعضها بالحجم اللي انا كنت عاملاه قدامك دوت. ده مناسب قوي، يعني ما تكبريش عن كده وما تصغريش قوي عن كده. وبعدين بقى هخلص الحاجات دي كلها، وبعد كده هقولك هنعمل فيها ايه. هتطلع لنا كمية محترمة جدا. بصي طلعت لنا قد ايه. هتطلع لك الكيلو ونص عجوة، هيطلع لك كمية كبيرة، يعني يقعد معاكي يومين وتلاتة، واحنا في الشتاء مش هيجرى لها اي حاجة، واحتفظي بيها في التلاجة. جبت شوكولاتة سيحتها، وجبت ورق زبدة، وقلت ان انا هغطيها بالشوكولاتة كده عشان اديها شكل حلو من بره. وهوريكي ان انا هشكلها باشكال تانية مختلفة جميلة جدا. بس انا قلت هعملها بالشوكولاتة الاول عشان احطها تجمد لحد ما اخلص بقية المكونات اللي انا كنت هجهزها. وصفة جميلة جدا هتعجبكم قوي قوي قوي، طريقة مختلفة وجديدة. اللي نفسها تعمل مشروع ممكن تعمل المشروع دوت وتبيعه، والله هتكسبها كتير قوي. يعني انا جربتها لقيتها فعلا شكلها عامل زي الجاهزة، وانتوا شفتوا شكلها في اول الفيديو عامل ازاي. بجد خطيرة وجميلة وشكلها حلوة قوي، ما تصدقيش ان دي معمولة من العجوة اصلا. حاجة مغذية جدا، قيمة غذائية عالية، شكل ولا اروع من كده. جايلك ضيوف عايزه توديها زياره لاي حد وانتي رايحه له تفطري عنده، مش قادره اقولك على الجمال والحلاوه. مش هيصدقوا اصلا ان انتي عاملاها في البيت. جبت بقى سوداني عملته زي الفستق الكداب، حطيت عليه طعم الفستق، وحطيت عليه لون اخضر بقى عندي كأنه فستق كداب. عندي سمسم، عندي جوز هند. عندي جوز هند تاني اللي انت شفتوه من شوية، كنت محمصاه على نار هادية كده في الطاسة، اداني لون وشكل وطعم وريحة تحفة. واللي قدامكم دوت سكر جليتر كده، بيتباع عند اللي هم بمستلزمات الحلواني. وجبت اللي هو زر الورد من عند العطار، هغلف بيه. بصي هعمل لك شكل تحفة دلوقتي. هتجيبي كل واحده واقعدي بقى كده قدام التلفزيون، اقعدي اعملي بقى اللي انت عايزاه ده بالسمسم. بصوا شكلها عامل ازاي. هقعد اعمل بقى اشكال كتير. وجبت الورق دوت اللي هو عامل زي بتاع الكب كيك بس صغير بتاع الشوكولاته. انا جبته وقلت ان انا احط فيه الكور بتاعتي اللي انا عملتها بالاطعمه دي بجوز الهند اللي احنا حمصناها. هحطها فيها بقى وشوفي الشكل الخطير في الاخر هيبقى عامل ازاي. لو بجد في حد جايلك مش هيصدق ان انت عملتيها في البيت، هيقول انت شاريها جاهزه. ديت اللي هي بالفستق الكداب، وديت اللي هي بزر الورد. شكلهم جميل والوانهم خطيرة قوي، بجد كان عاجبني الالوان قوي. يعني تحفة، تحفة بجد. وديت اللي هي بالسكر الجليتر، جميلة. بجد حاجات تستمتعي بيها وانتي قاعدة بتعمليها، مش الحاجة المتعبة.
حطي كل الحاجات اللي قدامك ديت على صينيه قدام التلفزيون كده، واقعدي بقى فنني فيها. لو انت عندك عزومه بقى تاني يوم، اقعدي ليلتها كده بالليل، اقعدي اعملي الحاجات الجميله ديت. ودي اللي انا غلفتها بالشوكولاته ومشيت عليها شوكولاته بيضه كده من فوق، كان شكلها خطير. طب بذمتك دوت ما ينفعش مشروع انك تعمليه وتبيعي الحاجات دي الجميله دي؟ والله هتلاقي ناس كتير جدا هتشتري منك، يعني جربيها بجد هتعجبك قوي قوي قوي. وطعمها بقى فوق الخيال، احلى من شكلها 100 الف مره. سهلة وبسيطة، محتاجناش لا نار ولا فرن ولا بوتاجاز ولا احتاجنا اي حاجة، كل الحاجات كانت على البارد. كل المكونات سهلة، يا دوبك بتحطيها قدامك وتشكلي زي ما انت عايزة وعلى ذوقك. حاجات خطيرة بجد، يعني الشكل اللي انت شايفاه قدامك دوت عمرك ما تصدقي انك عاملاه في البيت. اعمليها وجربيها وقولي رأيك في الكومنتات، عشان بجد انا بيسعدني بجد تعليقاتكم لما بتعجبكم وصفة انا بعملها. بصي من جوه شكلها عامل ازاي، بجد خطيرة خطيرة. طعمها بقى مش قادرة اقولك على الجمال، انا باكلها كده وبحس ان انا في حتة تانية، بجد كانت عجباني قوي قوي. وقلت لازم انا اوريها لكم عشان تشوفوها وتعملوها لرمضان. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعودوا علينا بالخير كده يا رب. وتعملوا كل حاجة وانتم مبسوطين لاولادكم وتفرحوهم كده وتفرحوا كل الناس اللي انتم بتحبوها. وان شاء الله اعمل لكم وصفات تانية احلى واحلى، ووصفات جديدة علشان خاطر رمضان. ولو انتي اول مرة تتفرجي عليا، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. دوسي لايك للفيديو، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. وما تنسيش تسيبي كومنت حلو زي كده بالظبط.